هلا، اليوم راح أشارككم طبق كلش أحبه ودائما أسويه من يكون مالي خلق أو تعبانة أو أريد أكلة على السريع. يحبونها الكبار والصغار. الأكلة هي البروكولي المشوي، بس ويا أطيب تغميسة، وما راح تتوقعون التغميسة عبارة عن شنو. شوفوا الفيديو وانطوني رأيكم. شوفوا لي منظر البروكولي يخبل ويفتح النفس، وطعمه بعد أطيب وأطيب. أما التغميسة فعالم ثاني، مستحيل راح تملون من طعمها، راح تظلون تسوونها دائما. أول شي راح نقطع البروكولي مثل ما شايفين بالفيديو قطع صغيرة. راح نحمي مي، نخلي المي يفور كل زين، وبعدين نضيف البروكولي تقريبا من 5 إلى 10 دقائق. طول ما هو ينسلك راح احنا نحاول ننزله لي جوا حتى المي يوصل لكل القطع بالتساوي، ما تكون قطعة مستوية أزيد من الثانية. بعد ما وصل للقوام اللي انتو تفضلونه، أكيد أكو ناس يحبونه كلش طري، أكو ناس يحبونه شوية بقرطة، حسب انتو شوفوا شنو تحبون. وبهالأثناء طلعوه من المي وصفوا كل زين. راح نفرش البروكولي على ورق زبدة، وراح نضيف له زيت الزيتون ورشة ملح. طبعا إذا عاجبكم تضيفون أي بهارات ثانية ممكن، بس هو بس بالملح وزيت الزيتون طعمه كلش طيب. ندخله الفرن، وبهالأثناء راح نحضر التغميسة. راح نحتاج بصل أحمر انثرمه ناعم، تقدرون تستخدمون بصل أبيض، بس البصل الأحمر بالأكلات النية والزلاطات يكون أطيب. راح نحتاج الكزبرة الفرش نثرمها كلش ناعم، إذا ما متوفرة تقدرون تستخدمون أي نوع ثاني خضرة. وهنا راح نضيف المكون الطيب اللي هو حمص بطحينة، وراح نضيف عليه المكونات الباقية اللي حضرناها، وراح نضيف عليه الجبن التركي، ونخلط كل هاي المكونات كل زين لحد ما تتجانس، ونضيف عليها دبس الرمان ورشة ملح. نرجع نخلطهم كل زين، وبهالأثناء راح يكون البروكولي استوى، نطلعه من الفرن ونخليه فوق التخميسة، واستمتعوا بأطيب طعم. وطبعا الأكلة كلش سهلة وبسيطة ومليانة فوائد، ويحبونها الكبار والصغار. أتمنى تجربونها وتشاركوني رأيكم بالتعليقات. شكراً.